على أي حال دعونا نبدأ مشاهدينا الأعزاء بالحديث عن المنتخبات العربية، هذه المرة مع واحد من المنتخبات الذي شرف العرب بالتأكيد وقدم نسخة استثنائية كبيرة أيضا في النسخة الماضية التي وصل للمرتبة الرابعة، وهو منتخب المغرب. دعونا نسهب بالحديث عن هذا المنتخب بعد أن نشاهد هذا التقرير. مع بداية العد التنازلي ترتفع درجة الترقب في المغرب قبل الكشف عن القائمة النهائية للأسماء المشاركة في كأس العالم. صراع المراكز يبلغ ذروته قبل أيام قليلة من إعلان الناخب المغربي محمد وهبي عن كتيبته المونديالية، وبين من يقاتل لاستعادة جاهزيته الكاملة مثل المدافع نايف أجرد ومن فرض اسمه من العناصر الشابة المتألقة في الفترة الأخيرة، تبدو الخيارات أكثر تعقيدا من أي وقت مضى أمام وهبي الذي استهل مهمته على رأس المنتخب في التوقف الدولي الأخير شهر مارس الماضي. أعتقد أن الناخب الوطني محمد وهبي يواجه مشكلة ولكن بمعناها الإيجابي. لديه قاعدة اختيارات واسعة جدا بين الشباب، بين عناصر التجربة، والجميع في حالة وفي مستوى جيد جدا، مع بعض العناصر الذين يعانون من غياب الجاهزية وقلة المباريات بسبب الإصابات الطويلة التي لحقتهم خلال هذا الموسم. وبالتالي مهمة الاختيار ستكون صعبة، ستكون دقيقة جدا، وستعتمد على بعض التفاصيل التي يحتاجها الناخب الوطني محمد وهبي في نظام لاعبه، في الأسلوب الذي يريد أن ينهجه خلال المنافسات كأس العالم، خاصة وأن محمد وهبي لم يخوض مباريات كثيرة مع المنتخب الوطني، مباراتين اثنتين فقط، وبالتالي المهمة لن تكون سهلة. بوادر إيجابية رصدها المتابعون في المعسكر الأول والأخير لوهبي تمهيدا للمشاركة المغربية السابعة في أكبر محفل كروي. أسلوب جديد بأفكار تكتيكية مختلفة عما سبق ستكون رهن الاختبار أمام أعرق المدارس الكروية، منتخب البرازيل في مستهل المشوار قبل ملاقاة اسكتلندا ثم هايتي. نزالات برهانات مختلفة تشكل تحديا في المتناول لتشكيلة رسم المدرب أبرز ملامحها في وديتي الإكوادور والباراغواي. أعتقد أنه ما أبان عنه وهبي لما تسلم مفاتيح منتخب الكبار في الوديتين ديال مدريد امام الاكوادور وبلانس امام الباراغواي، ابان انه وهبي يحب المغامره، يحب نهج اسلوب مختلف عما عهدنا مع ودركراكي، اسلوب هجومي مع تحسين الدفاع، وهذا هو اللي كيخلينا انه يعطينا اطمئنان، خصوصا انه امام البرازيل سنشاهد وهبي بفلسفه كرويه تقارع منتخب البرازيل. نشوفوا كذلك مع منتخب اسكتلندي، خصوصا عندنا مواجهه وديه قبل المونديال ضد المنتخب النرويجي. اعتقد انه سيحاول انه اختبار مدى جاهزيه العناصر ديالو على الاسلوب ديال الاسكندنافي، ثم كذلك ضد المنتخب الهادي. اعتقد انه ثقافه تكتيكيه متنوعه عند وهبي ستساعده، خصوصا انه عنده توليفه ديال اللاعبين المحترفين عارفون بخبايا الكره العالميه، خصوصا انهم يمارسون باحسن الدوريات الاوروبيه وحتى المسابقات الاوروبيه الكبرى. تحت سقف طموحات مرتفع يزداد الترقب قبل لحظة الحسم للتعرف على من سيرافق محمد وهبي ويحمل آمال شعب آمن بعد ملحمة قطر أن المستحيل ليس مغربيا في منافسات كأس العالم. مهدي فودي، بين سبورتس، العاصمة الرباط. تعرفنا وياكم مشاهدينا الاعزاء على المنتخب المغربي اسود الاطلس، التصنيف الثامن على مستوى الفيفا، المشاركه السابعه يوسف، رابع العالم، وهي مشاركه مشرفه ايضا هنا في العاصمه القطريه الدوحه في بطوله كاس العالم الاخيره. طبعا اظن كانت افضل مشاركه تقريبا في تاريخ المشاركات المنتخب المغربي في كاس العالم، كانت مشاركه مميزه، وصولنا للمركز الرابع الى نصف النهائي كذلك. الآن في الترتيب كأفضل ترتيب على الإطلاق في المركز الثامن على المستوى العالمي. هذه الأشياء كلها يعني من العمل، خصوصا نتائج العمل اللي كان يقام منذ سنوات على كل الفئات السنية مع المنتخبات. دائما كما قلت العمل القاعدي هو اللي خلى المنتخب دائما هذه الاستمرارية. صحيح. على المستوى المنتخب. 2018 مشاركة، 2022 الآن هذه المشاركة الثالثة على التوالي، شيء مهم جدا أن تشارك باستمرار. هذا يعطي دائما ثقة للاعبين، يعطي ثقة للمدرب، ويعطي ثقة كذلك للإداريين والناس الاتحاد لكي يشتغلوا بشكل أفضل. لكن بالمناسبة وأنت مغربي، كيف استطاع المنتخب المغربي والاتحاد المغربي لكرة القدم بعد أن كان في عام 2010 في التصنيف 95 ولكنه الآن هو في التصنيف الثامن، يعني على مدى
على مدى 16 سنة قفز قفزات مش طبيعية ما شاء الله. ولكن كان كذلك التصنيف رقم 11 98 عندما شاركنا في كأس العالم. صحيح. تراجعنا لأن لم نشارك في 2002، لم نشارك في 2006، ثم لم نشارك في 2010. عندما تبتعد عن المشاركة دائما يتراجع مستواك، ويتراجع كذلك حتى على مستوى الترتيب. الآن النتائج طبعا هي التي تخليك تصعد في هذا الترتيب، وهو دائما في الفوز. الآن أصبح التنقيط يحسب كذلك المباريات الودية، يحسب على المباريات الرسمية، يحسب البطولات اللي تفوز فيها. كل هذه الأشياء هي اللي خلتنا نصل إلى هذه الرتبة الثامنة كما قلت، والنتائج اللي حققناها في السنوات الأخيرة. نعم. على المستوى الإفريقي ولا على المستوى العربي كذلك هنا، ولا حتى وصلنا لهذا النصف النهائي. كذلك المباريات لم نخسر منذ مده، لم نخسر مباريات. يمكن الخساره اخر خساره كانت نهائي دوري نهائي كاس افريقيا، خلت المغرب انه يصل الى هذا الترتيب، وشيء مهم تكون متواجد مع الثمانيه الاوائل. قبل ان نذهب الى منتخب مصر مع هيثم فاروق، مجموعه المغرب هي البرازيل واسكتلندا وهايتي. نعم. اعطيني مركزكم. ماذا تتوقع؟ انا اتوقع المركز الأول. نعم. ممتاز، يعجبني هذا التحدي من البداية. يعني شو مقارنة يعني البرازيل عندنا البرازيل وعندنا اسكتلندا وعندنا هايتي. البرازيل صحيح أن البرازيل تبقى هي البرازيل، لكن البرازيل تراجعت كثيرا. ممتاز. إذا المغرب المركز الأول. نعم، شوف المركز الأول المغرب، المركز الثاني إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. في المجموعات ديال المنتخب ديالنا كنتوقع يجي الأول ولا الثاني. الماتش كونتر البرازيل ولا يحدد شكون غادي يجي الاول في الجروب ديالنا. دونك انا كنرشح المنتخب ديالنا يجي الاول. عندنا كاع الامكانيات واللعابه من طراز رافع، علاش لا. انا كنظن المغرب غيكون في الرتبه الثانيه. البرازيل شويه قاصحه، واخا حنا عندنا ليفيكتيف صراحه مزيان، وعندنا تقريبا جوج لعابه واعرين في كل بوست. مي كنظن الماتش ديال البرازيل غيخرج بشي تعادل، وكنظن حتى الماتش الاخرين ما غيكونوش ساهلين بحكم الاجواء ديال الميريكان ماشي بحال اوروب. ونتمناو خير، ما كرهناش حنا الاولين، مي انا كنظن المركز الثاني. النتيجه ديال المقابله الاولى هي اللي يتلعب عليها كل شيء. الى المغرب دخل بواحد الحماسيه وبواحد النزاع اللي قوي، وقدم واحد الشخصيه اللي قويه، الشخصيه اللي كانت تكون كونتر البرازيل ان شاء الله هي اللي تخلينا اننا نربحوا الماتش الاول. هل كنت محقا لما قلت ان المنتخب البرازيلي محير؟ 23 مشاركه لم يحقق الا 5 منها، كانت اخر واحده في 2002. وانت تعلم يوسف بان كره القدم البرازيليه هي الاشهر والامتع والاكثر يعني رغبه من كثير من الناس بمتابعتها في فتره سابقه طبعا، والى الان الناس تتغنى بمنتخب البرازيل. ولكن من 2002 حتى 2026 او 2022 المنتخب البرازيلي لم يحقق بطوله كاس العالم. صحيح. البرازيل تاريخ، نتكلموا على حامل 5 ألقاب بكأس عالم. صحيح. منتخب كان نجوم كبار مروا عبر التاريخ في هذا المنتخب، هو اللي خلانا احنا نحب كرة القدم ومنتخب البرازيل. ونحن صغار كنا دائما نشاهد مونديال 82 مونديال 86 مع زيكو، سقراطيس، جونيور، هؤلاء اللاعبين رغم انهم لم يحققوا لقب لكأس العالم، لكن كان فريق ممتع دائما. لكن هل الحل في كارلو من 2022 هل الحل في كارلو أنشيلوتي؟ سنرى. كان أنشيلوتي مدرب كبير، مدرب عنده خبرة، عنده تجربة. الظروف مختلفة الآن على السابق. عنده إصابات كثيرة يا طارق، عنده كذلك تراجع مستوى العديد من اللاعبين. عندما تشوف اللاعبين الكبار دائما مع أنديتهم تراجع كبير. كما قلت الإصابات الآن يمكن حتى في المباريات الأخيرة ما شاهدناش هذاك، لم نشاهد تطور في المستوى المنتخب البرازيلي خصوصا في المباريات الودية، وشاهدنا خسارته مع منتخب فرنسا. نعم فاز على منتخب كرواتيا، لكن دائما تقاس المنتخب البرازيلي يقاس ضد المنتخب كبيرة ومنتخب مرشحة كفرنسا كإسبانيا كإنجلترا. المنتخبات هذه أنا أشوف أنه إلى غاية الآن ليس المرشح، ليس هو المرشح، لكن مرشح أن يذهب بعيدا في هذه البطولة. علامة استفهام كبيرة ربما هل سيعود نيمار للمشاركة مع المنتخب في هذا كأس العالم أم لا؟ سننتظر، لكن أنا أعتقد أنه سيكون متواجد في ظل غيابات والإصابات المتواجدة عند بعض اللاعبين المهاجمين. لكن يبقى عنده لاعبين عندهم خبرة وعندهم تجربة. تكلمنا على العديد من اللاعبين الذين لعبوا في كأس العالم. نتكلم على لاعب مانشستر يونايتد كازيميرو، على جيماريش، على فينيسيوس الحالي كذلك، على رافينيا.
بيدرو، ريتشاردسون، لاعبين كلهم عندهم خبره، عندهم تجربه، لكن المشكل اين؟ ايبانيز مدافع الاهلي. طبعا ايبانيز. المشكل اين؟ هو في هذاك الاداء الجماعي، هذا هو اللي ربما ينقص المنتخب البرازيلي. وشاهدنا في كاس العالم الاخيره هنا عندما خرج من كرواتيا صح. كامكانيات عندما تقارن اللاعبين يا طارق فرديا، لكن البرازيل من افضل المنتخبات في العالم، لكن المستوى الاداء الجماعي، كره جماعيه، هذا هو اللي ينقص المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي لم يصل الى ذلك النضج لكي يفوز في المباريات ممتاز. من كاس العالم هو هدفه الاول. خلاص، لان البرازيل هي المركز الثاني في المجموعه. نعم، كاس الثاني مع المغرب ان شاء الله. المغرب الاول والبرازيل الثاني في المجموعه. نعم ان شاء الله يا رب العالمين. الدور الثاني ان شاء الله ان شاء الله يا رب. السلام عليكم، تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ديما تي في سبور. كما شاهدتم إخواني أخواتي في هذا الفيديو نقاش على قناة بي إن سبور حول حظوظ المنتخبات العربية في كأس العالم القادمة اللي غادي تدور الأطوار ديالها بأمريكا وكندا والمكسيك. سمعنا شنو قالوا على حظوظ المنتخب المغربي اللي كيهمنا بطبيعة الحال الأمر ديالو. سمعنا شنو قالوا على الحظوظ ديالو في المجموعة القوية اللي كتواجد فيها كل من المنتخب البرازيلي ومنتخب اسكتلندا والمنتخب هايتي، هذا المنتخب المجهول لأول مرة كيشارك في كأس العالم. يوسف شيبو محلل قناة بي إن سبور واللاعب السابق للمنتخب المغربي اللي سبق له شارك مع أسود الأطلس في كأس العالم 1998 بفرنسا، رفقة الجيل اللي قدم مستوى كبير وصورة جيدة عن الكرة المغربية، جيل النيبت وصلاح الدين بصير واللاعبين اللي كانوا متميزين في هذيك الفترة. أبرزهم كذلك مصطفى حجي اللي سجل هدف رائع على منتخب النرويج، كذلك المتألق اللاعب كاماتشو اللي قدم مستويات كبيرة في هذا المونديال اللي عطى واحد الصورة جميلة على كرة القدم المغربية. يوسف شيبو كيرشح المنتخب المغربي لاحتلال المركز الأول في المجموعة ديالو، وكيقول بأن منتخب البرازيل ممكن يحصل على المرتبة الثانية. المنتخب المغربي سبق له أنه فاز على منتخب البرازيل بمدينة طنجة في مباراة ودية، كذلك فاز على منتخب اسكتلندا في مونديال 1998 ب3 أهداف مقابل لا شيء. كيبقى المنتخب الهايتي منتخب مجهول، وجب الحذر من هذا المنتخب المتطور. سمعنا كذلك في الفيديو آراء الجماهير المغربية بالنسبة لحظوظ المنتخب المغربي في هذا المونديال وفي هذه المجموعة القوية اللي كتمنوا له حظ سعيد بطبيعة الحال، ولما لا الذهاب بعيدا وتحقيق إنجاز أفضل من ملحمة قطر كأس العالم اللي تألق فيه المنتخب المغربي رفقة المدرب وليد الركراكي بالوصول إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي كيحقق هذا الإنجاز. كنتمنى واحد سعيد لكتيبة المدرب محمد وهبي المدرب الجديد للمنتخب المغربي بعد استقالة وليد الركراكي. أصدقائي، إلى هنا كنت هذا الفيديو، كنتمنى أنكم تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما، وشكرا لكم.